تعال اقول لك ايه هي الفرق اللي فازت بكأس العالم للأندية على مر التاريخ. بس قبل ما نبدأ متنساش اللايك والفولو والشير، واكتب لي كومنت وقول لي فيه رأيك في الفيديو بعد ما تشوفه الآخر. يلا بينا. أول نسخة كانت سنة 2000 في البرازيل. مهم إن النهائي كان في ملعب الماراكانا الأسطوري يوم 14 يناير سنة 2000. والمباراة النهائية كانت ما بين فريق كورياشانز البرازيلي وفريق فاسكو دا جاما البرازيلي برضو. وانتهت المباراة بنتيجة 0-0، وانتهى بركلات الترجيح 4-3 كان كورياشانز. النسخة التانية بقى كانت نسخة 2005، والمباراة النهائية كانت يوم 18 ديسمبر سنة 2005، وكانت ما بين ساو باولو البرازيلي وليفربول، وانتهت المباراة بنتيجة 1-0 لساو باولو. النسخة التالتة كانت نسخة 2006 وكانت ما بين وفرقة انترناسيونال البرازيلية فاجأت برشلونة وكسبتها 1-0. رايكو كورة. النسخة الرابعة بقى كانت نسخة 2007، وكانت في اليابان، والمباراة النهائية كانت يوم 16 ديسمبر 2007. وفي البطولة دي فريق اي سي ميلان كسر سيطرة البرازيل في البطولة دي قبل المباراة النهائية، وفاز على لوكا جونيورز الأرجنتيني 4-2. النسخة الخامسة بقى كانت نسخة 2008، وكانت في اليابان، وكانت المباراة النهائية يوم 21 ديسمبر 2008، وكانت ما بين مانشستر يونايتد وفريق ديبوكيتو الإكوادوري. وانتهت المباراة بنتيجة 1-0 لمانشستر يونايتد. النسخة السادسة بقى كانت نسخة 2009، وكانت في الإمارات أول دولة عربية تستضيف كأس العالم للأندية، ليس في قطر والسعودية. ها ها كانت المباراة النهائية يوم 19 ديسمبر 2009، وكانت ما بين برشلونة وإستوريانيس الأرجنتين، وانتهت المباراة بفوز برشلونة 2-1 في الوقت الإضافي. النسخة السابعة بقى كانت نسخة 2011، وكانت في اليابان، والمباراة النهائية كانت يوم 18 ديسمبر 2011، وكانت ما بين برشلونة وسانتوس البرازيلي. وفي المباراة دي اكتسح برشلونة سانتوس البرازيلي بنتيجة 4-0. وتقريبا دي الفرق اللي بيلعب فيها نيمار دلوقتي. النسخة التامنة بقى كانت نسخة 2012، وكانت في اليابان، وكانت المباراة النهائية يوم 16 ديسمبر 2012، وكانت ما بين كورياشانز البرازيلي وتشيلسي، وانتهت المباراة بنتيجة 1-0 لكورياشانز. النسخة التاسعة بقى كانت نسخة 2013، وكانت في المغرب. اه المباراة النهائية كانت يوم 21 ديسمبر 2013، وكانت ما بين بايرن ميونخ والرجاء المغربي، وانتهت المباراة بنتيجة 2-0 لبايرن ميونخ. النسخة العاشرة بقى كانت نسخة 2014، وكانت في المغرب، والمباراة النهائية كانت يوم 20 ديسمبر 2014، وكانت ما بين ريال مدريد وسان لورينزو الأرجنتيني، وانتهت المباراة بنتيجة 2-0 لريال مدريد. النسخة 11 كانت نسخة 2015، وكانت في اليابان، وكانت المباراة النهائية يوم 20 ديسمبر 2015، وكانت ما بين برشلونة وليفر فيتو الأرجنتيني، وانتهت المباراة بنتيجة 3-0 لبرشلونة. النسخة الثانية عشر كانت نسخة 2016، وكانت في اليابان، المباراة النهائية كانت يوم 18 ديسمبر 2016، وكانت ما بين ريال مدريد وكاشيما أنتلرز الياباني، وكانت النتيجة 4-2 لريال مدريد. في النسخة الثالثة عشر بقى كانت نسخة 2017، وكانت في الإمارات، وكانت المباراة النهائية يوم 16 ديسمبر 2017، وكانت ما بين ريال مدريد و... غريميو البرازيلي، وانتهت بنتيجة 1-0 لريال مدريد. النسخة الرابعة عشر كانت نسخة 2018 في الإمارات، وكانت المباراة النهائية يوم 22 ديسمبر 2018، وكانت ما بين ريال مدريد والعين الإماراتي، وانتهت المباراة بنتيجة 4-1 لريال مدريد. النسخة الخامسة عشر كانت نسخة 2019، وكانت في قطر، والمباراة النهائية كانت يوم 21 ديسمبر 2019، وكانت ما بين ليفربول وفلامينكو البرازيلي، وانتهت بنتيجة 1-0 في الوقت الإضافي.
النسخة السادسة عشر كانت نسخة 2020 وكانت في قطر، والمباراة النهائية كانت يوم 11 فبراير 2021، وما اتلعبتش في 2020 بسبب الكورونا. المهم ان المباراة النهائية كانت ما بين بايرن ميونخ وتجريس المكسيكي، وانتهت بنتيجة 1-0 لبايرن ميونخ. النسخة السابعة عشر بقى كانت نسخة 2021 وكانت في الإمارات، ولعبت المباراة النهائية يوم 12 فبراير 2022، وكانت ما بين تشيلسي وبالميراس البرازيل، وانتهت المباراة بنتيجة 2-1 لتشيلسي في الوقت الإضافي. النسخة الثامنة عشر بقى كانت نسخة 2022 وكانت في المغرب، والمباراة النهائية بقى كانت اتلعبت يوم 11 فبراير 2023، وكانت ما بين ريال مدريد والهلال السعودي، وانتهت المباراة بنتيجة 5-3 لريال مدريد. النسخة التاسعة عشر بقى كانت نسخة 2023 وكانت في السعودية. المباراة النهائية كانت ما بين مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي، وانتهت المباراة بنتيجة 4-0 لمانشستر سيتي. والنسخة العشرين والأخيرة كانت نسخة 2025 وكانت في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت المباراة النهائية كانت يوم 13 يونيو 2025، وكانت ما بين تشيلسي وباريس سان جيرمان، والبطولة دي بقى كانت بالنظام الموسع. المهم ان المباراة النهائية انتهت بنتيجة 3-0. ها، وحضر في هذه المباراة الرئيس الامريكي دونالد ترامب. وبس كده خلصنا الفيديو. متنساش اللايك والفولو، ولو ما عجبكش اعمل برضو. سلام.